بتبدأ القصة بالحقيقة اللي كلنا رافضين نصدقها إن ممكن يكون جارك قاتل متسلسل وأنت ما تعرفش، وبنشوف طفل عنده 15 سنة اسمه ديف وكان بيشتغل في الصيف كعامل توصيل صحف، وفي يوم كان بيحط الجرنان في الصندوق بتاع جاره بس بيقرا خبر عن طفل مفقود، فجاره بيجي وبياخده بعدها واللي بيكون اسمه مات، يعني ممكن نقول في منتصف الأربعينات، فقال له ادخل البيت معايا عشان أحاسبك وتساعدني في حاجات عايز أنقلها، فبيسيب العجلة وبيدخل معاه عشان ياخد الفلوس وبيساعده في نقل الحاجات للكابو تحت، بس المكان كانت كل حاجة فيه مريبة وبياخد باله من أوضة مقفولة، فبياخده بعدها للأوضة اللي بيحمض فيها الصور وقال له إنه بيحب التصوير وبقت هواية عنده، بس مريب إن قال له سن 15 سنة ده أحسن سن، وكان بيتمنى يعني لو يقدر يرجع بالزمن للسن ده، وديف كان بيلعب استغماية بعدها مع صحابه وأخد باله إن في طفل في البيت بتاع ماك، بس ما حطش ده في الاعتبار، وبعدها بحبة كان قاعد مع صحابه الثلاثة توم وود وفار، والمكان ده كان بتاع توم، وكانوا بيبصوا على موديلز في المجلات وهما بيفكروا في جارتهم اللي اسمها نيك، بس ديف بيقلب الموضوع وبيتكلم عن الأطفال اللي اتخطفوا في المدينة، بس الموضوع ما لفتش انتباه أي حد من صحابه، وتاني يوم بنعرف إن ديف كان عنده هواية وهي إنه يتفرج على جارتهم نيك واللي كبتها في وشه، بس ما كانش بيقدر يشوفها، وبعدها بحبة بيسمع باباه وهو بيتكلم مع واحد وبنعرف إن والد ديف صح، وعرف إن الشرطة جات لهم رسالة من القاتل واللي اعترف إنه قتل 13 ضحية في خلال السنين اللي فاتت، وطبعا ديف أول حاجة بيعملها إنه بيحكي القصة دي لأصحابه، بس مفيش ثواني وعرفوا إن المعلومات اتذاعت وإن هم 15 منهم 2 كبار و13 طفل، وتحقيقات الشرطة كانت بتقول إن القاتل واحد عمره مش أكتر من 40 سنة وطبعا عايش لوحده وبيستهدف الأطفال الصغيرة زي ديف، فبيرجع ديف لأصحابه وبيقول لهم على القضية بتاعت القاتل اللي كانت هزار بالنسبة لهم، ومش يعني إحنا اللي هنقع في إيده، وبيرجع ياخدوا المنظار بتاعهم عشان يبصوا على جارتهم نيك وهي بتغير هدومها، بس نيك بتلف وما شافتش غير ديف قدامها، وتاني يوم بنشوفهم وهما في المكتبة وكانوا بيعملوا زي تحقيق صغير عن الأطفال المخطوفة، وبعد ما خلصوا ورجعوا البيت بيلاحظ ديف صورة طفل مخطوف واللي كانت على علبة اللبن، وهنا بيفتكر إنه نفس الطفل اللي شافه في بيت ماك واللي كان قبلها بيوم، وطبعا هنا أول فكرة جت في دماغه إن ماك هو القاتل، وطبعا ده بسبب الأوضة اللي كانت في القبو، وتوم قال بعدها إن ماك كان بيشتري أكتر من 45 كيلو طينة في الأسبوع وكان بيقول إنه بيستعملها في الجنينة، فديف كان شايف إن ده كلام ما يدخلش العقل، وطبعا قرروا يراقبوه عشان يقدروا يمسكوا عليه أي حاجة، وبدأوا فعلا يراقبوا كل تحركاته لدرجة إن هم عملوا له جدول عن روتينه اليومي، وعرفوا إنه بيخرج من البيت كل يوم عشان يجري بالليل وبيرجع بعد ساعة، وفي يوم قرروا يستغلوا إنه بره ويدوروا في صندوق الزبالة وما لقوش أي حاجة، وحتى صندوق البريد كان طبيعي، وفي نفس اليوم كان ديف في البيت وأهله كانوا خارجين بره، بس الجرس بيرن فجأة وبيتفاجئ لما يكتشف إن دي جارته واللي بدأت تتمشى في البيت كأنه بيتها لحد ما لقت المنظار، وديف بيقول لها إنه ما شافهاش وهي بتغير هدومها وقربت له، وكان الموضوع هياخد سكة تانية لحد ما أهله جم، فنيك بتهرب بسرعة من الشباك، وفي نفس الوقت بنشوف طفل بيمشي وهو خايف أو بيهرب من حد، وطبعا ده بقى الضحية رقم 14، وتاني يوم ديف وأصحابه كانوا بيراقبوا ماك في العربية بتاعت باباهم وكانوا مستغربين لأنه كان بيشتري أدوات محدش هيحتاجها غير لو بيدفن جثة، وبعد ما خرج من الستور فضلوا برضه ماشيين وراه بس بيتوه عنهم لأن كان واضح إن وود ما كانش بيعرف يسوق، والحظهم التعيس ظابط شرطة بيوقفهم واتخضوا لأن هم افتكروا إنه مات، بس الظابط سمع وود كلمتين على إنه أخد عربية والدته من وراها وقال لهم خليكم في بيتكم عشان في جرائم خطف كتير بتحصل، وبالليل ديف كان لسه براقب ماك والغريب إنه جايب عربية تانية، فقال لاصحابه بس نيك قطعته، واللي قعدوا يلافي دافي بره وقالت له إن أهلها على خلاف شديد وهيطلعوا قريب، فديف بيتعاطف معاها ورجع قال لها على قضية ماك وكل اللي كانوا بيعملوه، بس نيك ضحكت عشان ماك ظابط شرطة أصلا، فاللي هو إزاي، وبعدها بكام يوم كان الأطفال لسه بيراقبوه بس مش بيلاقوا حاجة برضه، وديف قال لصاحبه إنه عايز يحط جهاز لاسلكي على بيته عشان يقدر يسمعه، وإن هم حتى لو اتقفشوا ببساطة هيقولوا إن هم كانوا بيلعبوا استغماية، وطبعا وافقوا، ولما بدأوا خطتهم بيلاقوا إن ماك شايل إزاز الكلور وبقع دم على هدومه، فبيركب ديف الجهاز على الشباك بتاعه وبيقطع ده إن ماك شافه، وطبعا جري من غير ما يبرر أي حاجة، وتاني يوم وهو بيوصل الجرايد بيلاحظ إن الجهاز لسه متعلق وبيجرب عشان يشوفه شغال بس بيقطعه ماك، وطبعا ديف اعتذر له وقال له إحنا كنا بنلعب استغماية، فبيدخل معاه كالعادة عشان ياخد حسابه، بس بياخد باله من حفرة في الجنينة اللي كأنها كانت تربة، وبيسمع ماك صوت الجهاز بتاع ديف، بس ديف بيتوه الموضوع، وبالليل بيكمل ديف مراقبة ماك بس ما كانش هو لوحده اللي بيراقب، فبينزل وبيستخبى واترعب طبعا لما عرف ان هو كمان بيراقب، وبعدها بيتجمعوا كلهم وبيقولوا ان هم لازم يشوفوا ايه اللي مدفون في الحفرة، وتاني يوم وود وفار كانوا ماشيين ورا ماك وهو بيجري زي كل يوم، والاتنين تانيين بيروحوا وبيحفروا، وود وفار بيلاقوا ماك بيفتح مخزن بعد ما خلص جري، فبيراقبوا وبياخد باله من مادة كيميائية وهنعرف ايه هي قدام، وفي نفس الوقت ديف وتوم بيحفروا بس خطتهم فشلت لما ما لقوش حاجة، فقرروا يدخلوا المخزن بتاعه ولقوا تي شيرت عليه دم، وطبعا اول فكرة جت في دماغه ان ده هو اللي كان لابسه الطفل اللي اتخطف، فبيتجمعوا كلهم بعدها عشان كل واحد يقول اكتشف ايه، فود بيقول انه لقى اشواك وبنعرف ان ده هيدروكسيد الصوديوم، وباختصار ده بيحول اي حاجة عضوية لسائل، يعني من الاخر بيدوب اي حاجة بخلاف انه بيماسك ريحة الجثة، فطبعا بيروح ديف لاهله عشان يقول لهم على اللي لقاه، بس طبيعي رد فعلهم يكون عنيف ويزعقوا له لان مين هيصدق طفل عنده 15 سنة بيقول لك ان جارك اللي ساكن جنبك بيخطف الاطفال وبيدفنهم في الجنينة بتاعته وانه في الحقيقة قاتل متسلسل، فطبعا زعقوا له على كل اللي عمله، وبعدها والده بياخد الشلة كلها على بيته عشان يخليهم يعتذروا، وخلاه يقول لماك على كل اللي كانوا بيعملوه قبل كده، وهنا ماك بيضحك وبيقول له الواد اللي انت شفته بيدخل بيتي ده في الحقيقة ابن اخويا واقدر اتصل لك بيه لو تحب، بس والد ديف قال له لا ما تتعبش نفسك، وبيعتذر له عن سلوك
ديف اللي كان لسه فاكر ان هو القاتل، واصحابه زهقوا من كل ده عشان حسوا ان الموضوع هيكبر. وطبعا والد ديف حبسه في البيت كعقاب. وبنروح تاني يوم وديف كان في البيت لوحده، وظهر ماك وقال له ان الموضوع خلص كده وانه مش عايز يكون في اي حساسيه بينهم عشان هم جيران وكده. فديف اتعصب وقال له يتصل بابن اخوه. فطبعا ماك وافق ودخل على البيت، وديف اترعب من وجوده في البيت فراح وخد سكينه يعني عشان يدافع عن نفسه لو حصل اي حاجه. وماك مسك التليفون واتصل، وطبعا الرقم ده ما ردش، ورجع قال له اكيد هو في التمرين دلوقتي، ممكن نجرب كمان ساعتين. بس ديف قال له لا زي الفل كده ما تتعبش نفسك، واحنا استخبينا في كل ده مش اكتر. وبعد ما مشي رجع اتصل بالدليل وبيسال على الرقم اللي هو اتصل بيه، واترعب لما عرف ان ده رقم بيت ماك يعني اتصل بنفسه. وبالليل قال لاصحابه على كل اللي حصل، بس بيقاطعهم والدته اللي قالت له ان في خبر ان القاتل اتقبض عليه اخيرا، والغريب ان اللي قبض عليه كان ماك. ورجعت سمعته كلمتين بعد الخبر ده، فقال لاصحابه مش شايفين ان الموضوع ما يدخلش العقل يعني بعد كل اللي حصل ده هو اللي يقبض عليه برضه في الاخر. فقال لهم احنا لازم ندخل القبو بتاع ماك ونشوف الاوضه اللي كان قافلها، وهاخد معايا كاميرا بابا وهصور ايه اللي هنلاقيه جوه. بس كل اصحابه ما كانوش موافقين وقالوا له كده الموضوع هيكبر. وديف قال لهم ان بكره هيكون في احتفال في المدينه وعايزكم تراقبوه بس. وبعد حكاوي كتير كان بينهم اتفاق ان دي اخر مره يعملوا فيها كده. وتاني يوم بنشوف الاحتفال اللي كان كل اهالي المدينه بيحضروا وكانوا بيراقبوا ماك. وفي نفس الوقت توم كان بره بيته عشان يراقب ماك يعني لو رجع، في الوقت اللي ديف كان بياخد كاميرا بابا وبيدخل بيت ماك وبيرجع يقول لوود خليك بره. بس وود مرضيش يسيبه لوحده وبيدخل معاه، ونيك قالت لهم ان هي عايزه تيجي معاهم. وفي الاحتفال ماك كان بيتكرم هو وزمايله على حاجه زي احسن جنينه، وفهمنا هنا ده اللي كان بيخليه يشتري الادوات دي كلها. ففار قال لديف احنا كنا غلط، وحكى له انه كان بيشتري الحاجات دي عشان المسابقه، وقال له احنا استغبينا الصراحه. بس ديف كان عايز يكمل وبينزل لتحت في القبو، والمكان كان مرعب جدا وهم بيصوروا قدروا يفتحوا الاوضه ويدخلوا. وتوم كان بيراقب بره، فبيجي فار وبيعيد نفس الكلام وبيقول احنا كنا غلط. وتوم طبعا فرح لما سمع القصه دي وبيطفي جهاز اللاسلكي وبيمشي. بس ديف بيلاقي صور كتير جوه وسمع صوت جاي من الحمام، فبيدخلوا وهم بيحركوا الكاميرا ناحيه البانيو، وكانوا عارفين ان هم غلط بس للاسف ما طلعوش غلط. واترعبوا لما لقوا جثه متحلله وشافوا الطفل اللي اتخطف قبلها بكام يوم. والتلاته اخدوه جريوا من هناك. وديف فهم ان الصور دي تبقى صور الضحايا بتوعه، واتصدم لما لقى صورته متعلقه وسطهم. وطبعا فهم ان هو الضحيه الجايه. والاطفال كانوا في مركز الشرطه وبيوروا مأمور التصوير، ومن غير ما يفكر طلب القبض على ماك باي طريقه، بخلاف انه قال لديف انت بطل وشجاع. ونيكي قالت له نفس الكلام وبست. ولما رجع البيت اهله طبعا اتاسفوا له على ان هما ما صدقوش كلامه قبل كده، ورجعوا قالوا احنا فخورين جدا بيه. وفي نفس اليوم وود كان قاعد مع ديف في البيت عشان اهله كانوا بره وخايفين يعني ان هم يسيبوه لوحده، والشرطه كانت بتفتش بيت ماك اللي كان مستخبي. وبالليل بنعرف ان هو كان مستخبي في البيت بتاع ديف، وبنفهم هنا ان ده كان احسن مكان يقدر يستخبى فيه. فبيمشي على اوضه ديف اللي ما عداش وقت كتير، وصحوا لقوا نفسهم متكتفين ومخطوفين في مكان فاضي، والاتنين فكوا نفسهم بسرعه وهم مرعوبين. وماك ظهر عند الشباك وترعبوا اكتر وهربوا ناحيه الغابه. وماك كان بيستعمل ميكروفون وقال لهم انه عنده مفاجاه ليهم وهنلعب دلوقتي استغمايه سوا، وده خلاهم يهربوا طبعا. وود اتزحلق عشان يلاقي جثث كتير حواليه، وبنعرف ان ده المكان اللي كان بيخلص من الجثث فيه. وود قال انا مش عايز اموت هنا، بس ديف قال له انا مش هسيبك تموت زي ما ورطتك زي ما هخرجك، وقال له روح للعربيه وانا هشغل ماك. فبداوا ينفذوا خطه وماك كان بيطارده، وديف بيستخبى بعدها وهو خايف. بس ماك هاجم رجله، وود كان بيهرب للعربيه وقدر يوصل لها، بس كان حظه تعيس لما ماك مسكه وذبحه من غير رحمه، وطبعا اتوفى. وبعدها بحبه ديف كان مرعوب وهو ماشي واتسرع لما شاف صاحبه في الحاله دي. وبعدها ماك مسك ديف وقال له انت دمرت حياتي ونفسي اقتلك، بس لا دي حاجه بسيطه قوي. ووعد محدش يتمنى يتوعد، والوعد ده بيكون انه هيسيبه دلوقتي وهيرجع له تاني في يوم من الايام حتى لو بعد سنين عشان يكمل اللي بدأه. وبنفهم طبعا انه عايز يخليه عايش بقية عمره مستني اليوم ده. وبعدها بيمشي وبيسيب ماك، وبعدها بحبه واحد بيلاقيه وبياخده عشان يروحوا، بس وهم في الطريق بيلاقوا عربيه ماك محروقه عشان محدش يتبعه. وديف طبعا دخل المستشفى واهله كانوا فرحانين انه لسه عايش. وبعد ما تعافى بيرجع على البيت، بس طبعا نفسيته اتشوهت بسبب كل ده وبسبب الوعد اللي اتوعده. وبعدها ديف بيقرر يرجع لشغله تاني، ونيك سابت المدينه ومشيت، واصحابه محدش كان عايز يعرفه تاني عشان شايفين ان وفاه وود كانت بسببه. وبنشوف بيت ماك اللي سبب له ازمه نفسيه، وبيبص بعدها على الجرايد اللي بتقول ان ماك لسه ما اتقبضش عليه بس. وبيخلص فيلم على كده. ولو الفيلم عجبك اعمل اشتراك في القناه.